السلام عليكم الزينات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. وقت اللي دخلكم هذا الفيديو اليوم باذن الله اختاريت اني نشارك معكم وصفه معسله جزائريه تقليديه من اروع الوصفات اللي يمكنكم تحضروهم لسهراتكم الرمضانيه وفقط ببيضه واحده. فقط ما عليكم تتبعوا الفيديو معايا للاخير وما تنسوش الجيم والبارطاج فضلا وليس امرا. وبلا ما نطول على خواتاتي راح نخليكم على الوصفه وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. نقولوا بسم الله وعلى بركة الله. راح نبدو في الوصفة، وأول حاجة راح نبدو بها هي الشربات. هنا بالنسبة للمقادير تاع الشربات نحتاج 2 كيسان تاع الماء وكاس تاع السكر وشريحة تاع ليمون. رايحه نجيب هنايا كاسرونه ورايحه نحط فيها كاس تاع السكر مع 2 كيسان تاع الماء، والكاس اللي وزنت به هي فد 220 مليلتر. رايحه نخلط السكر والماء مليح لحتى نشوف السكر داب. بعدها راح نضيف شريحه تاع الليمون. من بعد راح تحطوه على النار وتحسبي كيما نقولوا ملي يبدا يغلي، ماشي زعما كيما نقولوا حطيتي تبقى تحسبي له 10 دقائق، لا خلوه حتى يغلي يبقى يدير لكم هذوك الفقاعات. تماك راح تحسبي لها 10 دقائق، رايحه تطفي وتخليه بجيه يبرد. دربك راح نمروا لطريقه التحضير. اذا هنايا عندي حبه تاع البيض، ضفت معاها نص كاس تاع السكر عادي، قيس الكاس 220 مليلتر. زدت هنايا ضفت رشه صغيره تاع الملح ومبشور حبه تاع الليم. هنايا ثاني تقدروا تضيفوا لافاني. راح نخلط جميع المكونات مع بعض مليح. كما راكم تشوفوا خياتي، هذه الوصفه بسيطه وسهله في التحضير، ما تحتاجوش كامل للضرب الكهربائي. هنايا بعد ما خلطت خليط تاع البيض والسكر غايه، دربك غادي نجيب كاس الا ربع تاع الزيت، وهنا دائما نفس الكاس اللي نستعمله في جميع المكونات راح نكمل به. وهنايا بعد ما نضيف الكاس الا ربع تاع الزيت راح نخلطه مليح مليح باه يدخل في هذاك الخليط تاع السكر والبيض. بعدها راح نجيب كاس تاع لا شابلور اي الخبز المرحي ونخلط مليح. هنا كيما كتشوفوا بعد ما خلطت لا شابليغ مليح في هذاك الخليط راكم تشوفوا يعني نشف لي. دروك غادي نجيب كاس تاع حليب كنت دفيته ورايحه نضيفه للخليط، نبدا نخلط مليح بالفوي. هاد الوصفه تجي بزاف خفيفه وبنينه مشربه معسله حتى للقلب. هاد الوصفه انا كنت شفتها عند واحده الاخت كانت حطتها في قناتها، كي جربتها جاتني بزاف خفيفه بنينه، جات واحد القوفيه ما تامنوش. خصوصا حنا نعرفوا باللي خبز الفايب فيه الكاوكاو وفيه الفرينه. هذه الوصفه ما فيهاش الكاوكاو، يعني هنا اللي تبغي ديري الكاوكاو ودير ثاني كل نواه كوكو تقدري هنا ديري كاس تاع كاوكاو ونص كاس تاع نواه كوكو، هكذا باه نكونوا في الوصفه التقليديه. هاد الوصفه اذا جربتوها بهذه الطريقه صدقوني ما غاديش تندموا، غادي تجي بزاف بنينه، تجي خفيفه ما فيهاش كاع من البنه تاع نواه كوكو. واللي ما يبغيش البنه تاع نواه كوكو ثاني تقدر تقليه يعني تحمصيه، ما غاديش تعطيك كامل هذيك البنه. هنايا زدت ضفت كاس تاع نواه كوكو، وعندي هنايا 10 غرام خميرة الحلويات، يعني كيس تاع خميرة كيميائية الوزن 10 غرام ضفته للخليط. شوفوا هنايا بعد ما خلط جميع المقادير شرب كاع هذوك السوائل ولا خفيف. جبت هنايا الصني دهنته بشويه تاع الزيت. هنا بالنسبه للصني تاعي فيه 24 على 30. نفرغ الخليط تاعنا وراح نوزعه بشكل متساوي. من بعدها راح ندخله يطيب على 180 درجه. هنايا بعد ما طاب ودا هذيك التحميره الله الله كما راكم تشوفوا جا ما شاء الله. دربك مباشره راح نسقيه وهو حامي، الشربات بارده وهو حامي راح نسقيه. من بعد خليه يشرب. شوفوا هنايا كيفاش راني نسقي فيه وهو راه يشرب، هذا يدل على انها راها ناجحه. قلت لكم هاد الوصفه بزاف بنينه، كنت يعني سبقت قبل ما نصورها لكم كنت جربتها وجات بزاف بنينه، جات خفيفه ما جاتش كما نقولوا كما مضاري كما الخبز الباي اللي متعودين حنايا عليه، يعني ما درتلاش هذاك الكاوكاو. نعرفوا بالكاوكاو كي ديريه في الخبز الباي غادي يجيك شويه ثقيل. ونخلوه يتشرب هذيك الكميه تاع الشاربات مليح. بعدها في الاخير نزينوه بشويه تاع كاوكاو ولا جوز الهند ولا رقائق تاع الكاوكاو، يعني هنايا لكم الاختيار في التزيين. اذا هذا هو الشكل النهائي للخبز الباي اللي حضرته معكم اليوم، وكما راكم تشوفوا جاء ما شاء الله يجي بزاف بنين ومعسل.
وصفة جزائرية حضرتها معكم بمقادير بسيطة وطريقة تحضيرها سهلة. إذا عجبكم الفيديو خواتاتي ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة مع الضغط على زر الجرس بتوصلوا بجديد الوصفات. وفي الأخير معليا غير نقولكم انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.